وبحبك وحشتيني. انا اليوم كنت رح اهرب من الانترفيو. الاستاذه في الحب حتتكلم غلبة غلبة غلبة. بس فضحتونا انتم، فضحتونا والله. ما عاد يمشي الحال. لا 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 انت جايه تضغطيني. لا مو صح، كل الممثلين بحول. غلبني الحب وغلبني. حبي ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ يلا اول حاجه ازيكم. الحمد لله تمام. اول حاجه هنبدا دلوقتي حلقه جديده من سبوت اون لعبه حب. فاول سؤال معانا بيقول في اي مشكله ممكن تعدي في العلاقه لو الحب موجود في اي علاقه؟ الاستاذه بالحب بملعب. الاستاذه في الحب حتتكلم. الحب ممكن يعني يحل مشاكل بالعلاقه اذا المشاكل ما لها جذريه، يعني ما لها اساسيه بالعلاقه. يعني مشاكل بسيطه، مشاكل غيره، مشاكل عاديه. اذا ما لها مشاكل بالشخصيات، يعني فرق صح ولا لا؟ اذا ما لها مشاكل بالتركيبه بالشخصيه بفرق المجتمع، بحل الحب. بصراحه انا بشوف الحب هو بتجي هيك لمعه، بشوف الحب هو هيك بيجي لمعه فجاه بيروح فجاه. لا ممكن يروح، مو يروح، بيقلب. يعني هو مثل السحر، يعني هو بصير من الحب ينتقل للاحترام بعدين وللتفاهم، لانه انت بتلاحظ انه هو مو مثل شراره اول مره. اوكي، السؤال الثاني بيقول له هو هنخلي الحب على شكل لعبه، هيكون اللعبه ايه؟ لو الحب حيكون على شكل لعبه حيكون ماريونيت. معناتها بنفهم انه هو شخص متحكم بحب يسيطر على العلاقه. لا انت جايه تضغطيني. لا انت جايه تضغطيني. بدي اشوف كيف شكل الحب عندك. يلا تفضلي. يعني فيني اقول تنس مثلا، تاخذ وتعطي مع الثاني. يلا. لا غلبتني ما بدي اعيد السؤال. اوكي، عايزك تقولي لي 3 اغاني فيهم كلمه حب. 3 اغاني فيهم كلمه حب. حبي ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ وبحبك وحشتيني، بحبك وانت نور عيني لو انت مطلعه. شو كمان؟ بحبك من زمان، من اول يوم قابلتك حبيبي. ما بعرف هاي. والحب على امام شيرين. ولا عايزكم تقولوا لي كل واحد فيكم 3 حاجات لو رحتوا بلايند ديت ولقيتوها في الشخص اللي قدامكم هتقوموا تجروا. لو رحت ديت لاول مره، شو ممكن يخليني اهرب؟ ولا مره رحت ديت صراحه، يعني دائما كان الموضوع يمشي مع الوقت، وبدي وقت لاكتشف الاشخاص، وما عندي جواب. يعني ما في شيء يخليني اهرب من اول مره، رح اعطي فرص كثير. انت عارفه شخصيتك ايه الحاجات اللي ممكن تقتلك من شخص؟ انه ما يكون اجتماعي، انطوائي. يعني ثاني حاجه شو؟ البخل. بخل اكيد. ثالث شيء العصبيه. استاذ ايمن ايه رايك بقى؟ انا اول حاجه البخل، يعني حد يكون بخيل، لانه بيكون بخيل بمشاعره، بيكون بخيل بكل شيء. ثاني شغله ممكن اهرب منها الكذب الكثير، لانه بتعرف انت ببدايه اي علاقه ممكن يكون في كذب، والاشخاص لا مو هيك، مو مثل ما كانوا باول لقاء. وثالث شغله انت ساعديني ساعدتك بواحد. ثالث شغله الانطوائيه كمان. طب احنا عامه عندنا خناقه في مصر على الحوار مين اللي يدفع في اول ديت ده. بسوريا كمان. انتوا شايفين ايه بقى مين اللي يدفع في اول ديت؟ اكيد الشاب. مين يدفع باول ديت؟ اكيد يعني. الشاب، وبكل ديت، يعني مو باول ديت. خلي قال مره اعزمك، قال انت المره اللي بعدها انت تعزميني. بالدور. لا اصلا في بيقولوا يعني ان لا انا ليه هو يدفع لي، ما انا ادفع بنفسي. هذا برا ببلاد الغرب بعتقد هذا الموضوع، اما بالبلاد العربيه او الشاب العربي الشرقي لا الشاب الشرقي ما يعني هو ما بيقبل. صح. او عنا اتليست ما بيقبل. يعني لو عندكم يوم هتعيشوا فيه مكان شخصيه معروفه هتكون مين؟ لو بدي اعيش مكان شخصيه معروفه مشهوره، يعني مين بختار؟ انت جاوب قبل. فيروز. حلو. ليه؟ لانه شفتها على المسرح مره، فوقت طلعت عم تحيي الجمهور اخر شيء حسيتها مستغربه انه ليه العالم كلها عم تحييني كل هالقد وعم تبكي وكذا. فحسيت هيك طلعت فيه النظره، حسيت في ملاك يعني واقف على المسرح بصراحه. عم لكم يعني حتى استغربت من النظره، فانا منيت للحظه انه اعرف شو بتحس داخلها هي، لحتى شافت هي النظره اللي موجوده. لا انا اذا بختار شخص مشهور ما بختاره مشهور مثل شهره التمثيل او الغنى او هيك، يعني بجرب اختار شخص مشهور سياسي مثلا. مو ضروري يعني مفكر بشخص محدد، بس لشوف كيف بيشوفوا الشهره من منطق مختلف. كمان كل الناس بتعرفهم. او مثلا لاعب فوتبول مشهور كثير، كيف
تكون الشهره من منطقه له غير منطق الفنان او المغني او الممثل. يعني مثلا محل محمد صلاح، يعني مثلا محل ميسي، محل محمد صلاح، اكيد يعني الناس تركض عليهم، بس هلا كيف بيتعاملوا هنا مع هذا الشيء كمان ما بنقدر نعرف. امتى بتعرفوا ان انتم بتحبوا؟ انت بعرف انه انا بحب لما قلبك هيك بقرقرك، عرفت في شيء يعني بتحس انه يعني هون جوا عم يعمل هيك دغدغك. انا هيك. وانا كمان ايه بتوجعك راس معدتك انت كمان. ايه هون صح صح بحس هيك صرت. شلون انه بعرفك انا اكثر من حالك. طيب اوكي، ايه احلى نصيحه اتقالت لك عن العلاقات؟ اهم نصيحه انقالت لي عن العلاقات انه الراحه اهم من الحب، انك انت تكون مرتاح بالعلاقه هو للوقت الطويل اهم من الحب. طب انت شايفه ايه؟ انت مع النصيحه دي ولا حاسه شويه الحب ممكن يغلب؟ غلبني الحب قبل، هلا لا بحس لبعدين لازم افكر بهي النصيحه اكثر، يعني لازم افكر بالراحه. غلبني الحب وغلبني الحب. احلى نصيحه اتقالت لي عن العلاقات التشاركيه، يعني عن جد تشارك الحبيب ولا تشارك الشخص اللي مقابلك بكل شيء، يعني تحس انه هو مو بس يعني انت بتحس انه هو ممكن يشاركك بمالك، ببيتك، بسيارتك، بكل التفاصيل، المشاركه. عمركم حاولتوا تحويره خبيث عشان تهربوا من شخص او تهربوا من اي حاجه؟ تحوير بشكل عام. ملكه الملكه. بس مو بالحب والعلاقات، في كل حاجه، ما هو اللي هيعمل كده هيعمل كده. اكيد. انا اليوم كنت رح اهرب من الانترفيو. انت الشخص ده شويه بتحوري شويه، اللي هو عشان تمشي الليله يعني. اذا ايه يعني بتحوري؟ الفرق ما بين الكذب والتحوير ايه؟ ان انا ما اقولش معلومه كامله، لكن الكذب ان انا بقول حاجه غلط. انت بقى ساعات كده بتلفي وتدوري كده. بحور. وانا احيانا ايه طبعا كل الممثلين بحوروا. ما تصدق ممثل يعني يقول لك ما بحورش. لا بصراحه لا بتحور يا حبيبي. بتعرفي شو؟ احذري ليش؟ لانه نحن بيغلبنا مزاجنا. مزاجنا يعني بيغلبنا المزاج، لانه انت في قاعده احيانا تكون جاي وبدك تنبسط فيها، تلاقي حدا عم بيصورك من تحت، حدا عم يضغطك بموضوع، حدا عم يسالك اسئله انت مو بوقتها، حدا بده تحكي مع اولاده، حدا يعني في هي التفاصيل اللي انت بتحس حالك مضغوط، فانت بتصير بدك تلاقي كذبه او مكان لتهرب منه. يعني لو انتوا دخلتوا في لعبه زي سما كده، يعني لو دخلتوا في لعبه انتوا مش عارفين نتيجتها هتكون عامله ازاي، يعني اذا نحن فتنا بلعبه مثلا مثل لعبه سما، بلعبه حب، انا ما بفوت بهيك العاب اكيد. يعني اذا حسيت انه في لعبه خلص بنسحب. لازم تكوني صريحه من الاول في كل حاجه. لا ما في انسان صريح من الاول في كل حاجه اكيد، قصدي انه تحس في لعبه يعني في كذب كبير، لا اكيد لازم تمشي، يعني لا انت لازم تكذب كذب كبيره ولا الشخص الثاني، مع انه كمان احيانا بيتورط الواحد. بيتورط، بيكون هو مو قاصد انه يكذبها، بيقولها بعدين بتتطور، هي مثل طابه الثلج بتصير، بتكبر الكذبه احيانا هيك صار وما عاد تعرف كيف بدك تتراجع عنها. هي القصه. طب لو في حد طلب منك تدخل معاه في كدبه كبيره هعمل ايه؟ فتعالى طفي معايا اللعبه، يعني تعالى زي كده استاذ دانيال لما دخل مع فريده وقالت له تعالى ساعدني وبتاع، انتوا الشخص اللي بيساعد في ده ولا هيقول لك لا انا مش هعرف اعمل كده وده غلط اللي بتعمله دوت وهتهرب؟ يعني انك تدخل مع حدا بكذبه كبيره مثل ما عمل دانيال ولا رامي بالمسلسل كمان ما له شغله سهله، يعني هي شغله افتراضيه ما كثير بتصير. اذا حسيت انه هذا الشيء بيساعده ممكن خلص، ما هو كذب وكذاب يعني تورط. اذا علاقه بالحب يعني، او اذا علاقه بانك تطلعه من ازمه ولا تطلع الشخص المقابل وما تضر الثاني، ساعده. مثل الكذبه البيضاء والكذبه السوداء، يعني انه هي كذبه بيضاء يعني مو انه يعني لتعمل شيء غلط، فهو نفس الشيء انا بتوقع. تقدروا ترتبطوا بحد انجح منكم؟ سما كان عندها عقده كده حته ان هو انجح مني واشطر مني وانا هبقى احسن منه كده، انتوا عندكم العقده بتاعت ان انا لازم يكون في نفس الليفل بتاعي، احنا نفس النجاح، ولا ممكن ترتبطوا بحد انجح منكم؟ تفضلي. انا ليديز فيرست دايما. اوكي، ممكن نرتبط بحدا انجح مننا او لا، ما بيهم موضوع انه يكون انجح، كل وقت بتفكر فيه بطريقه، يعني انا هلا بحس انه بفكر بطريقه لا بتمنى ارتبط بحدا ناجح اكثر مني، لانه مثل ما قلت ومثل ما صار مع سما ومالك مثل ما انت عم تقول، هذا الشيء بيصير بخليك دائما بدك تكبر، بدك تعلى، بدك تضل اذا عم تنجح تصير انجح، فاكيد بيدفعك لقدام. انا بحس يعني انه الشخص الانجح هو بيطورك، او انت على القليله دائما بيكون عندك حافز انه انت بدك تكبر لعنده، انت تنزل تاخذه من يعني المو ناجح بدك تصير تحكي لهم تنجح قدام. هو على هوا الظرف، يعني انت ما بتعرف، يعني ممكن تحب حدا انه لا هو كسلان فاشل، بس انت بتحب بتساعده او بتشفق عليه لانك بتحبه، ما بعرف يعني هي هوا الظرف، نحن ما عندنا موقعنا بهذا الظرف. انت وقعتي شيء؟ دلوقتي انتوا اشخاص ممكن بتخططوا علشان توقعوا ناس في حبكم، زي ما كانت فريده عامله قصه كده لمالك وسما، يعني انتوا ممكن تقعدوا تخططوا بقى وهجيب ده كذا وهجيب دي وهلبس ده مش عارف ايه وده هتروح لهنا وانت هتكون هناك، بتعملوا كده ولا لا اللي هو انا مش هعمل كده، اللي عايز يعني مطرح ما يجي مطرح ما يجي هيجي اكيد. انا كمان ما بخطط لانه ما بعرف خطط، بحس حالي اي شيء بدي خطط له بحس انه بيفشل، اما اول شيء شغلات هي بتيجي هيك فجأة سريعة، يعني كأنه عم بعمل كثير هيك انا عم بفش
طاقه ايجابيه. انت انا متعلق الدور فيني كثير كانه طاقه ايجابيه. كنت حابب اخذ سما. كنت حابب اخذ سما. دانيال كذب كذبه على سما، قال لها ان هو عنده القلب علشان تصور معاه. ايه اكبر كذبه بتضحكوا بيها على الناس اللي حواليكوا علشان تعملوا اللي انتوا عايزينه في الاخر؟ انا بقول انه عندي سفر كثير ضروري وعن جد سوري ما قدرت ابدا ابدا الغي الموضوع، بس بعد هالانترفيو كله رح يكشف. عن جد انا بقول عن جد كنت حابه انا رح انكشف، يعني اذا بدي اقول رح انكشف مستحيل. انا بقول عن جد كنت حابه بس ما قدرت. طيارتي انا لا انا بصور بمكان. ايه انا بعرف هالشيء عن ايمن. انا كشفت ايمن بعد 3 سنين انه هو مثلا بيصور البحر، فانا بقول عنده تصوير كيف هو على البحر. بعد 3 سنين عم بعثت له انت وين؟ قال جاي على الطريق على التصوير. قلت له بس انت حاطط ستوري بحر. قال لي هي قبل بايام. وينك وين؟ تمويل. بتأمن نفسك. ما عاد صدقته. بتأمن نفسك معاك ايه مكان. ايه دايما انا هلا مثلا مصور انا هون برا هيك لقطات. بعد شهر ممكن تنزل. انا في انترفيو بس فضحتونا انتم، فضحتونا والله. هلا ما عاد يمشي الحال. اخر سؤال في الفقره دي، عايزكم تقولوا لي 3 حاجات فيها شبه ما بين شخصيتكم في المسلسل وانتم في الحقيقه. 3 شغلات تشبهك؟ كل الشغلات تشبهك؟ لا في شغلات تشبهني كثير. بس انت على فكره عن جد مثل سما. قلت قبل انا مثلا طيبه. عن جد ميرسي. القط بياكل عشاي. عارف ايه يعني القط بياكل عشاي؟ انه عندكم هي لطيفه وانه مسكينه. عرفت في شخصيات كرتون ايام زمان لما تكون مثلا الشخصيه الكرتونيه بدها تاكل ويجي القط فبتطعميه الاكل بتاعها. يعني انا بحس في عفويه شوي عندي مثل سما، اخف اكيد بكثير لانه سما كل شيء بدها اياه بتقوله. يعني لا انا نص اللي بدي اياه بقوله، بلاقي طريقه كيف اقوله، هي ما بتلاقي بتقوله مثل ما هو. قلت قبل بشبه سما بقد ايه بتحب رفقاتها وعيلتها. وشو كمان بشبه سما انت قل لي؟ انه حنونه ودائما بتقدم للاخر يعني. بس ما بلاقي. الله بيبعث لك. ما بدي شيء عند رب العالمين، عند رب العالمين ما بدي شيء. طب وانت بقى دانيال؟ انا اول شيء قصه الاكل، يعني انا ودانيال كثير متقاربين. انا اخترعتها. وفنان انا وياه كثير هيك بنحب هذا الشق الفني العالي. بحب الحياه مثل ما هو بحب الحياه يعني اول سؤال بيقول حب ولا غلب؟ ان شله صحابك لازم تكون نفس شلتها. حب. بتحب انه تكون عندكم نفس الاصدقاء. البنت من حقها انها تقلل اصحابك يعني البنات، يعني تقول لك لا تحكي مع هاي البنت لا تحكي مع هاي البنت. تحس انه هذا الشيء حقها او لا؟ لا اكيد. اوعك تقول لك ما بدي نور. طب ثانيه، طب هتتصرف ازاي في الموقف ده؟ شو رح اتصرف؟ بصراحه اكيد ما رح تكون هي شريكي، يعني انا اذا بدايه العلاقه رح يكون هيك ما رح يكون في شراكه. ما بتكمل يعني. ممكن مش البدايه، ممكن يكون في النص اللي هو لا انا نور انا حاسه ان انتوا قريبين من بعض قوي، فممكن بعد اذنك. العيله والصحاب ما في خط احمر، ممنوع التجاوز. عيلتي والصحاب يعني. طب حب ولا غلب انكم لازم تشوفوا بعض كل يوم؟ لا اكيد حب. طبعا حب. ما انت لسه قايل انت بتمل مش تزهق. بس اذا هي متجدده يعني. وكل يوم بمود، مره فرفوشه مره نكديه. اما كل يوم فرفوشه 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 حاجه نيله سودا. اوكي. طيب حب ولا غلب انك لازم تبعت كل يوم مسج يعني جود مورنينج الصبح؟ حب. اكيد. ما في معقول يعني حدا يحب حدا ما يبعث له صباح الخير. عارفه بيسقط بقى مش كل يوم اللي هو. لا هذا لا، هذا مو حب. هدول بصيروا رفقات اصدقاء عاديين. بالحب لازم صباح الخير تصبح على خير. انت بتعبر عن حبك ازاي؟ بصير حنون كثير اكثر من اللازم، بصير بتمنى للاخر احسن مني، بصير انه بدي اقدم اكثر ما انا بحب لنفسي. صح. هو حتى مع رفقاتك فهيك بحس يعني انه بقدم كثير، بصير انه بدك الاخر يكون مبسوط. ايه. طيب حب ولا غلب انه البنت مدخله اهلها في نقاشات ما بينكم؟ غلب. ايه ما بصير. غلط. طب اهلها بس ولا اهلها واصحابها؟ يعني لا اكيد. هلا اجباري اصحابها بدها تكون عم بتشاركهم كثير بتفاصيل، والاصحاب دائما بكون لهم راي مختلف عن الاهل، لانه اذا دخلت الاهل فهو رح يصير في مشاكل قويه يعني. والاهل ما بينسوا. ايه مثل ما قالت. طيب حب ولا غلب انك لازم تحتوي البنت حتى لو هي غلطانه؟ غلب. لا اختي مو هي غلطانه. بس هي البنت اكثر شيء لا حبيبتي، لانه هي كل الوقت هي غلطانه. انا بنت تكوني احكي انه هي مو غلطانه، لانه لو بتعترف انه هي غلطانه بتحتويها. بس هي اذا بتكون غلطانه وعامله العمل بتقول لك بس هي اذا غلطانه لا هي اذا غلطانه وانتم رجال احتويتوا البنت بس تغلط، هي حتحس انه هي يعني حتى اذا انا قلت لك لا ما غلطت بس تحتويني لا ححس انه كنيت. بس مو بس بعد ما تكني تقولي انا ما غلطت. يبقى ما تقولش غلب، قول حب. حاضر. لا انت مسيطره. اوكي اوكي حسابك في البيت. دلوقتي دور نور. حب ولا غلب يا نور؟ ايه؟ ان انتوا لازم كل هواياتكم تكون مشتركه. لا غلب. ليه؟ لانه لازم يكون لكل واحد شغلات يعرف يعملها ما الثاني يعرف يعملها، انه هو يقعد يقول لي هيك لازم تعملي هيك لازم تساوي وانا اقول له لا هيك لا هيك.
هزهق. حبي ولا غلب لازم يكون في تنازلات كثيره في العلاقه. انا قلت غلب 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 غلب. معاكي، انا معاكي. ايه ده؟ لا ده انت بتقوليها من جوه جدا. غلب اكيد في حد معين للتنازلات وبس، يعني بدك تقبل الاخر مثل ما هو، انا هقبلك زي ما انت وانت لازم تقبلني برضه. القوه دي ايه ده؟ طب يا جماعه نسقف لها معلش. كله كلام. انا استحيت اقول بصراحه. استحيت اقول. حب ولا غلب انت دايما اللي بتتاسفي الاول؟ لا لو بحب عادي حب. بجد؟ الله. ده انت مضحيه. اي خلص وينت يعني ممكن نحل المشكله مالها. لا ده فاتوا فاتوا رميناه بماضي وحكاياته. تحبيها الغنية؟ ده فاكر ده معانا معانا على خدنا. اسمعها كثير طبعا. حب ولا غلب انه في حاجات هو ليه حق يعملها وانت لا؟ انا الذكوريه حبتين يعني ممكن بلا لا حب. برافو عليك. لو قلتي يعني غيرها. في شغلات الرجال بيقدر يعملها اكيد المراه ما بتقدر تعملها. مثل اكزاكتلي بمجتمعنا. زي ايه؟ يعني مثل مثلا حريات معينه، سفر وقت طويل، تاخر كثير برا البيت، يعني ما بعرف. يبصبص على الستات. ايه برضه كمان بس يعني غريزه انا برايي انه حيبصبص على الستات، ما فيك تقولي له انه لا ما تعمل هيك. انا بجاكره رح بصبص على الرجال. ايه ما فيك، لا خلص، ففي شغلات ممكن هو يعملها انا لا. صح برافو. شكرا. حبي ولا غلب انك لازم تغيري من الستايل بتاعك وشكلك عشان ايه ده؟ انا حسيت جت على الجرح. جرحتك من النهارده مفيش احزان. والله بص يعني نص غلب ونص حب، يعني لحد معين حب بس يصير اوفر الموضوع غلب. حب ولا غلب انك تقولي بحبك الاول؟ هلا انا ما بعملها بس حب ما في مشكله. اللي يعملها يصطفى لوحده. بس انا اكيد ما بعملها. لا ما لازم تقول هي بصراحه. لا ما هذا مو بحب صح. لانحب يعني، لا خلص ليدوب الاخر. انت كمان شو احكي؟ شو زبده هو؟ كل شيء عنده اكل. كيف ما لفيت ودرت بدك تحكي عن الزبده وعن اللحمه وعن الدجاج. ما في مجال فتران؟ لا ولا انا ما لحقت. جيبوا لنا فطور يا جماعه. عايزكم تقولي ميموري واحده ما بينكم فاكرينها من تصوير المسلسل. من هذا المسلسل؟ اوه شو في كثير، شو اكثر شيء تتذكره؟ تذكر البرد اول شيء. لا قصده بينا انا وياك. اوكي اكثر شيء انا بتذكره انه كنت انزل لعند ايمن خصوصا اول فتره كل اسبوعين ثلاثه واقول له انا ما رح اقدر اعمل، لا كثير صعب يمكن ما ينجح المسلسل، وهو حرام يضل سبورت لإلي، يعني يقعد ساعتين تبع يعطيني بوزيتيف ويقول لي لا انت حتكسري الدنيا المسلسل كثير حلو، كون انا خايفه يعني هو كان دائما يشجعني. بس صراحه ما كنت عم بكذب عليها، يعني مو انه نوع من لا بعرف بس كان يشجعني. لانه انا بشوفها يعني بصراحه اول شيء ام بي سي كثير اذكياء باختيار اي حدا بيكون موجود معهم، فهن لو مو شايفين فيها هذا الدور وعارفانين انه نور علي رح تقدم هي الشخصيه، هي بس كان بس احيانا البني ادم بيضعف. نحن لا انا اللي كان يخوفني اكثر شيء انه هو المسلسل تركي ناجح كثير، يعني سبيشلي بسوريا بلبنان بالوطن العربي كله، كل الناس كانت شايفه النسخه التركيه، فاكيد هذا الشيء كان رح يخوفك. بس انت عندك كل المقومات، يعني انت الجمال، الحضور، الاداء، الصوت، بس احساس بالمسؤوليه كان اكبر من غير اعمار. هذا اللي نجحك بالمسلسل، احساسك بالمسؤوليه، وعن جد الاحساس بالمسؤوليه هو اللي بينجح الفنان دائما، انه هو يحملها على خلص هذا شغلي وانا رح اقدمه بكل امانه وبكل ضمير وما يفكر. يعني. ما تستسهل. طب انت ما قلتش ميموري عامه، انا قلت اقول لك يعني ما قلت ميموري بيني وبينه. تتذكري وقت كنا مو بلعبه حب، بعروس بيروت اوكي فينا نقول شيء قديم. اكيد بتذكر. شو بدك تقول؟ هي اوكي انا ماني شخص تاتشي كثير، انا حاحكي انا ماني شخص تاتشي كثير، وهو كان يضل يعمل لي بالمسلسل هيك وكذا، كان انا كنت اسمن شو عندي خدود وضل يعمل لي هيك وهيك، فجأة حسيت اني انا خلص قام قلت له ايمن حبيبي المشهد نحن منا سوريا ما نحن مو سوريا وفارس كل الوقت حب وما خلص عبيب ايدينا. فكنت انا لسه ما بعرفه كثير يعني شوي، وشكلي قلتها لانه ماني تاتشي بعصبيه، قلت له نحن منا سوريا وفارس. قام قال لي اوكي تمام. قام انا سكتت قلت انه كان سهل الموضوع هالقد. صرت اقول براسي حرام ايمن والله عيب هيك حكيت معه، انه ما قال لي زمان بعرفه. استنى لاجا المشهد قالوا اكشن، هو المفروض عم نبكي وزعلانين بهذا والشيء، صار بده يواسيني انه انا مرته ويبوسني ويضحك ويدير وجهه ويبوسني هون يعمل لي هيك وعم برز، بس انا بينت معي بكي مع ضحك وانا عم بعمل هيك وبضحك كمان بعمل
خلص المشهد بلشت فيني. بعدين كان مثلا اوقات يكون مشاهد لانه بالمطبخ انا عم بعمل الرز، عم بعمل عدس، بنص المشهد اذا الكاميرا حدا ثاني يمسك رز ويحط لي اياهم بشعري، يحط لي رز بشعراتي. جنينا بعد سويروت يا امي. كثير انبسطنا، بس عن جد احلى ايام. ان شاء الله اللي جاي احلى. احنا انبسطنا معاكم قوي قوي بجد، حلقه لذيذه وبجد مبروك على انتوا المسلسل. لذيذين. يلا باي باي. باي.